اهلا وسهلا بيكم في هنا توكس ابسود 2. معظمنا طلبة جامعيين دلوقتي، وانا منكم. انا في سنة تانية او في خارجين فريش عقبالنا يا رب يعني، وبندور على تدريب يكون له علاقة بمجالنا، او مثلا بنتعلم مهارة جديدة وبندور برضو على تدريب ليه علاقة بالمهارة دي. فانا النهاردة اقولكم عن سر التدريبات ومكان فيه كل التدريبات هو لينكد ان. لو في منكم حد يعرفش لينكد ان، فلينكد ان هي منصة شبه فيسبوك كده للوظائف وللناس اللي هي بتاعه الكارير والحاجات دي. هو اصلا بقى اول حاجه هو لينكد ان مهم جدا، وممكن نلاقي منه تدريبات فعلا ولا اي كلام. انا بالنسبه لي لينكد ان مهم جدا، وبالنسبه للشركات لينكد ان مهم جدا. فالنهارده هنتكلمكم على لينكد ان وازاي تلاقي تدريب عليه. اول حاجه هنعمل اكونت امتى على لينكد ان. المفروض تعمل اكونت على لينكد ان من اول دخولك للجامعه او تعلمك لمهاره. بدات تتعلم مهاره زي المونتاج، الديزاين، دخلت الكليه، سواء وبالذات الكليات اللي هي ملقاش سوق عمل معروف، فطبعا لازم يكون عندك حساب على لينكد ان وتتابع الناس. فهو عامل اللينكد ان يكون من اول يوم بدات تتعلم فيه، سواء الجامعه او المهاره. ليه اعمل اكونت بقى على لينكد ان؟ لينكد ان منصة قوية جدا في نظام الشغل، العلاقات، التدريبات، انك تلاقي ناس بجد دماغهم عالية جدا، حتى لو هم طلبة. بس هو لمجرد ان وجوده اصلا على لينكد ان فده دليل ان هو مهتم. ايه بقى اهمية لينكد ان ده؟ لينكد ان هو زي ما قلت لكم هو مكان فيه شركات وناس شغالين وناس حابة تشتغل، وبجد ناس كويسة الى حد ما، كويسة جدا كمان يعني. فايه بقى اهمية لينكد ان؟ اول حاجة بتكون عليها علاقات. سواء انت مثلا عايز تشتغل في شركة ما، هتروح تشوف الناس اللي شغالة في الشركة دي وتتكلم معاهم، يعرفوك النظام وازاي تشتغل في الشركة دي، وايه الخطوات المفروض تدور نفسك فيها علشان تشتغل في الشركة دي. ازاي بقى تكون اكتف على لينكد ان اول حاجة تنزل بوستات. اعتبره فيسبوك، حرفيا هو فيسبوك. هتنزل يعني، شفت البوستات بتاع ناس كتير تتريقوا على لينكد ان يقول لك الناس اي حد يعمل اي حاجه يروح يقول لك انا سعيد جدا. خليك يا عم سعيد جدا واعمل زيهم. حرفيا شربت كوبايه شاي لها علاقه وانت بتتعلمي مهاره او انت بتتعلم مهاره، اكتب انا شربت كوبايه شاي، انا سعيد جدا اللي شرب كوبايه شاي. ومش هيقول لك لا يعني كلهم بيطبلوا لبعض، روح طبل معاه. وتاني حاجه تبعت كونكت لكل الناس اللي في مجالك او في الشركه اللي انت حابب تشتغل فيها، وهما معظمهم بيقبلوا الكونكت يعني عشان ده بيزود تصنيفهم يعني على الحساب. وتالت حاجة تخش تكلمهم لو مهتم بمجال ما او بشغلانة ما او باي حاجة، خش كلمهم قول لهم حصل كذا 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 وانا عايز اطور نفسي او عايز اي حاجة. هتبعت لكتير، في منهم 2 ولاد حلال هيردوا عليك، الباقي مش مهتمين، ما بيفتحوش لينكد ان، الله اعلم ما بيردوش ليه. بس سادس حاجة بقى ازاي الاقي تدريبات. خلاص احنا عملنا كل الحاجات دي، ازاي بقى نلاقي تدريبات؟ انت لما تكون الكونكشن دي والناس اللي انت تتواصل معاها، هم في ناس كتير منهم جدا بينزلوا التدريبات دي، هم شغالين في الشركه بينزلوا التدريبات. في ناس اصلا لما انت طبعا انت خلاص خدت بقى فيسبوك بتاعك، هتقعد تقلب كده هتلاقي ناس بتحط التدريبات دي وبتنزلها. اعمل تابع الناس دي، هم كل تدريب هينزلوه هتلاقيه عندك، عشان التدريبات طبعا بتجيب تفاعل، فهم عايزين التفاعل ده. هتلاقي التدريبات دي وتخش تقدم فيها، وبينزل بجد تدريبات كتير جدا. ونصيحة مني يعني اللي هو التدريبات ما تدخلش تدريبات بفلوس. التدريبات هتديك فلوس اوكي، تدريبات مش هتاخد منك فلوس بس هتدربك اوكي برضو، لكن التدريبات اللي هتاخد منك انت فلوس يا حبيبي احنا اصلا ايه، احنا عايزين فلوس اصلا. تجربتي بقى انا مع لينكد ان، انا عرفت لينكد ان عارفاه من زمان من قرايبي وكده، كانوا عندهم لينكد ان. لكن بقى لينكد ان عرفته منين؟ في الكليه في شباب عاملين مبادره، انا عرفت منهم لينكد ان وقد ايه هو مهم. فعملت اكونت عليه على حسابي اللي انا طالبه يعني، وتابعت الناس وعرفت الناس، وبجد يعني حاجه فادتني جدا وخلتني اعرف حاجات كتير ممكن معظم اللي قدي مش عارفينها، والله اعلم برضه. بس هو ايه يعني، ده تجربتي عليه. ودخلت بقى عملت كونكت مع الناس واعتبرته فيسبوك بتاعي حرفيا، وبقت ليا نص ساعه يوميا بقعد اشوف الناس بتعمل ايه. وبجد مهم جدا. ولقيت تدريبات، انا قدمت في كذا تدريب، يا رب اتقبل فيهم يا رب، وانتوا كمان يا رب تقبلوا في التدريبات اللي قدمتوا فيها، ولو ما قدمش يا رب تقدموا وتقبلوا. مش لازم يعني انت تسمع كورس عن التعلم من لينكد ان، ممكن تنزله وتقعد تسكرول فيه كده وانت مع نفسك هيجي والله يعني، هو مش اللي هو المعقد قوي. ولو انت عايز تريح نفسك ممكن تنزل فيديو في اليوتيوب، مليان فيديوهات ازاي تتعلم لينكد ان وتعلمه واشتغل عليه.
وهكذا يعني. هو بجد وهتلاقي عليه تدريبات كويسه جدا جدا. النهايه بقى اللي هو بجد لو لينكد ان يعني مهم جدا، هو ممكن كتير جدا وناس مهمه. ولو انت عندك واسطه سيبك من كل الكلام اللي قلته ده وخليك في الواسطه حرفيا، وخدني معاك في الواسطه اللي انت معاك. لو الفيديو افادك اعمل لايك وشير واشترك في القناه.